هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بفيديو جديد. هنعمل من باقي الكيكه. هنعمل بيها تورته جميله جدا وزي الجاهزه. ومش هتصدقي انها من بواقي الكيك اللي عندك في التلاجة او اولادك مش حابين ياكلوه، يعني ساده وكده. انا هنا معايا كميه كده، كنت عامله كيكه يعني نفطر بيها كده بشاي، يعني عاملاها سادة كده واتبقت معانا، فقلت هعملها تورتاية عشان تتاكل وكده بدل ما تنشف في التلاجة. وهنا معايا حافظة كده مغلفاها بالرول عشان هعمل فيها الكيك، برصه فيها علشان يبقى على شكل مربع. وهنا معايا كريمة شانتيه، آه، هعملها كده بالمضرب الكهرباء، هضربهم كويس كده على مية ساقعة كده. وانا معايا هنا كيك توينكز، يعني لو بواقي الكيكة كده نقصت معايا هكمل بيها. وهتبقى جميلة جدا. وكمل الفيديو للآخر، وما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي في القناة. وهنا بعد ما الكريمة جمدت معايا كده زي ما انتوا شايفين، ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. شايفين؟ نقلب البولة ما تقعش ولا اي حاجة، جامدة خالص. وهنا ده شكلها. وهجيب الحافظة كده المربعة، انا غلفتها بالرول عشان نعرف نطلع الكيك بعد ما نرصه كده. هتشوف الطريقة ازاي. هنجيب الكيكة وهنقطعها بالنص كده زي ما انتوا شايفين، عشان هحشيها بالكريمة في النص. هعمل كل الكمية بالشكل ده. بصراحة كان طعمها جميل. وما تقوليش انها يعني كيكة معمولة لها كذا يوم محطوطة في التلاجة، كأنها يعني طازة وزي التورتة بالظبط. هنجيب الحافظة كده وهرص فيها قطع الكيكة كده. هحط يعني طبقة كده في النص، وبعدين هحط الكريمة وهسويها، خلاها مربعة كده علشان تطلع مستوية وحلوة. هنا هستخدم الكيك التوينكز. ولما حطيته مع الكيكة بأمانة كان طعمه مش واضح خالص مع الكيك بتاع البيت، يعني مش باينة خالص، ما تفرقهاش عن الباقي الكيكة. وهنا هساوي كده الطبقة الأخيرة كده. بعد كده هنزل بالكريمة. هنا أنا شلت المربع المتساوي ده، حطيت الاتنين اللي انتوا شايفينهم دول علشان يعني من فوق هنحاول ان احنا نخليها مربعة عشان لما نزينها من فوق بالكريمة تبقى متساوية. اما من جوه كده مش هتبان، هيتيجي عليها الكريمة والوش اللي فوق. وهنا هنزل بطبقة من الكريمة كده، هنوزعها كويس زي ما انتوا شايفين. حاجة كده بسيطة في البيت تقدري تعملي بيها تورتاية تفرحي اولادك. حاجة كده جميلة بجد، يعني هتشوفوها معايا للاخر مش هتصدقوا انها من القطع بتاعت الكيكة. اللي يشوفها يعني من غير ما يشوف الطريقة هيقول دي يعني يعني مستوية مربعة، يعني مش متقطعة ولا اي حاجة. وهنا حطيت اول طبقة من الكريمة، وهنزل بالطبقة التانية بتاعت الكيك.
زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو هكمل بالكيك التوينكز. في الجنب الفاضي ده وهنا كان في بواقي من الكيك، احطها في اي فتحة كده عندي. شايفين هتبقى مربعة وجميلة ازاي، حاجة كده روعة. نسويها كويس بالشكل ده. اي فراغات كده هحط لها الكيك. انا بضغط شوية عشان الكريمة تلزق في الطبقة التانية وكده في الكيك. وهنا هشيل الرول كده زي ما انتوا شايفين، هرفعها شايفين بكل سهولة. احطها هنا على البلانشة عشان ابدأ اغلفها بالكريمة من بره. وهنا هسحب الرول كده من تحت. بكل سهولة طلعته. وهنا هكمل التزيين، يعني هفرد الكريمة كده على الوش على الجوانب. شايفين مش هتبان خالص انها بواقي كيكة ولا اي حاجة. شايفين هنا هحط على الجوانب كده كويس، هغلفها كويس بالكريمة. وهنا هوزع الكريمة كويس ونرجع لكم ونشوف نشوف المرحلة الأخيرة في التزيين. وهنا أنا عملت شوية مشرشر كده من فوق بالسكينة مشرشرة أو شوكة. وهنا حطيت على الوش كده ورد بالكريمة. وهنا معايا ملبن لونه أخضر كده، قطعته مربعات وهحط كل مكعب كده فوق الوردة. تزيين بسيط يعني، والتزيين ده على حسب رغبتك الموجود عندك يعني. زي ما انتوا شايفين ده شكلها. شايفين جميل ازاي، حاجة كده روعة. وهنا انا حطيتها على غطا الحافظة اللي حطيتها فيها الاول عشان يعني المقاس بتاعها. وشايفين يعني لو انت ما معكيش حافظة تورتة فهتجيبي يعني الحافظة بتاعتك يعني وتحطي التورتة يعني على الغطا، وبعدين كده تغطيها بالغطا نفسه. شايفين بكل سهولة تغطي بيها وتطلعيها، وجميلة جدا جدا. وهنا هقطع لكم مربع كده تشوفوه. شايفين هشة ازاي، جميلة جدا. وكل اللي شافها قال انها يعني مستوية مربعة، مش يعني انا عاملاها من بواقي الكيكة. ما صدقوش وتفاجئوا جدا يعني ان انا عاملاها. جميلة جدا جدا، يا رب تعجبكم. شايفين متساوية ازاي وحلوة. يا رب كده تنال اعجابكم. واللي يعجبه الفيديو ما ينساش يضغط لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي، ومع الف سلامة. باي باي.